سلام سلام. اليوم الوصفة تاعنا كيما وعدتكم خبز البابلي، أروع ما يكون، خفيف خفيف ريشة. مع لي زانغريديون عندنا كاس حليب دافي، مغرف كبيرة سكر، مغرف كبيرة خميرة الخبز، ندمجوهم مع بعضهم. بعد نزيدو عليهم 3 مغارف كبار فرينة. نخلطوهم مليح. هنا ضروري جدا نخليهم يخمر. هنا من بعد ما تفاعلت الخميرة، شوفوا الشكل تاعها ما شاء الله. هنا نزيدو عليها 2 مغارف كبار زيت، معها ملح مغرف صغيرة. ضروري جدا ندمجو السميد مع الزيت بلوتو مع الخميرة تاعنا. في المرحلة هذه نبداو نزيدو في الفرينة بشوية، ما نكتروش، نديرو كيما درت انا، بديت بالمغرف برك. العجينة ما لازمش تكون جارية وما لازمش تكون يابسة تاني، هاي زي ما جات. نزيدو نخليوها مرة أخرى تخمر. أو الشكل تاعها ما شاء الله. بعد ما خمرت نزيدو نديغازيوها ونبداو نشكلو فيها. قصوها دو بريفيرونس البنات باش يجيوكم كامل كيف كيف. وزنوهم. هاهم هنا درتهم كريات وزنتهم كامل نفس الحجم. كل وحده واش من الحجم اللي تحبهم. هكا اوكي نديرهم كامل. هنا البنات تقدروا تخليوهم فارغين، كم تقدروا تحشيوهم بالحاجه اللي حبيتوها، سي با اوبليغاتوار ديروا كيما تاعي انا. تقدروا ميم فروماج، جوست سامبل فروماج برك ديروه الداخل تخرج لكم اكسترا. هنا درت لافارس تاعي الدجاج، قليته مع شويه بصله، شويه طماط، مع لي زيبيس. ودو بريفيرونس البنات شوفي ما ديروش ليغور تاعي هنا، لازم لافارس تكون ناشفه خلاص. هنا راني نخدم بيد ونصور بيد، على هذا ما قدرتلوش. كي نديرو نسبقو في الاولى نديروها في الميليو، ومن بعد نديرو الاخرين على الجنب. مسحتها بلو جوندور ودرت من الفوق سانوج. تقدروا ديروا جلجلان، تقدروا ديروا الحاجه اللي حبيتوها. وهنا من بعد ما خرجت
ونطيبوها ديراكت البنات، ما نسناوش خلاص تخمر. هذا هو الريزولتا ما شاء الله. عجينه واش نقول لكم، خفيفه 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 اكسترا. هنا كان سخون على هذا ما قدرتش نجبدو. هنا الريزولتا فينال، شوفوا جاو تحفه ما شاء الله. المهم هذه كانت وصفه تاعنا تاع خبز البابلي. وصفه اخرى ان شاء الله، في امان الله.